بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. الفيديو بتاعنا النهاردة قصير ولكن مفيد جدا جدا وموفر جدا جدا لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده، الريشة دي بتاعت غسالة LG فوق اوتوماتيك. لو نلاحظ كده هنلاقي ان الجلبة بتاعت الريشة متآكلة خالص، او السنون بتاعتها اللي بتركب بتعشق في سنون الجيربوكس كلها متآكلة ومتهالكة. فبالتالي الغسالة في مرحلة الغسيل الجيربوكس بيلف ولكن الريشة ثابتة مش بتلف، لأن السنون اللي بتبقى راكبة على سنون الجيربوكس اللي بتخلي الريشة تلف في مرحلة الغسيل زي ما حضراتكم شايفين كده متآكلة على يعني خالص. فبالتالي مش هتلف خالص في مرحلة الغسيل، والهدوم هتفضل ثابتة ومش هتنضف. طبعا الريشة دي تمنها غالي يا جماعة جدا، يعني يكاد ان هي تتخطى ال1000 جنيه. فاحنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنصلح الريشة دي بطريقة موفرة جدا. طبعا احنا بنجيب جلبة تانية زي اللي حضراتكم شايفينها دي كده، بنخرج الجلبة القديمة ونركب دي مكانها، وبالتالي كده يبقى وفرنا على العميل ريشة جديدة وتكلفة زيادة وعبء على العميل. بنجيب مفك عادة كده وبنحطه في المكان ده كده اللي هو مكان ربط المسمار، وبندق عليه. معلش طبعا علشان انا اللي بصور ومش عارف اخرجها قدامكم، يعني انا اللي بصور بايد وبشتغل بالايد التانية. زي ما حضراتكم شايفين كده بالمفك خرجنا الجلبة القديمة وركبنا الجلبة الجديدة بتركب مكانها بكل سهولة بدون دق ولا حاجة. ده طبعا احنا بنلجأ للطريقة دي علشان نوفر على العميل اكتر من 1000 جنيه. ايوه يا جماعة، طبعا اكتر من 1000 جنيه. وبالتالي يعني بنوصل لنفس النتيجة بدل ما نغير الريشة وتكلفة زيادة على العميل. بنضطر ان احنا او بنلجأ ان احنا نغير الجلبة دي فقط، وبتشتغل معانا الغسالة وبتأدي معانا اداء كويس جدا. والجلبة دي طبعا بتتآكل نتيجة حمل الهدوم على الغسالة. طبعا دي كانت حلقتنا النهاردة، حبيت اشاركها او المعلومة دي اشاركها مع حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.